السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتهاء مباراة النادي الأهلي وصن داونز بنتيجة التعادل السلبي 0-0، وكده بالنتيجة دي الأهلي كده بيخرج من بطولة السوبر ليج بسبب الهزيمة في جنوب أفريقيا بنتيجة هدف مقابل لا شيء. شفنا يا جماعة النهاردة مباراة النادي الأهلي اللي عمل كل حاجة في الشوط الأولاني عشان يصعد، ولكن الحظ والقدر ما كانش عايز الأهلي يكسب. بأمانة يا جماعة الأهلي الشوط الأولاني ضيع أكتر من 5 أهداف مؤكدين من ضربة جزاء علي معلول، وضربة جزاء علي معلول دي يا جماعة هي محور المباراة. يعني ضربة الجزاء دي أول ما ضاعت بتحس إن كل الخطط والثقة اللي عند لعيبة الأهلي نسيتها بعد إهدار علي معلول ضربة جزاء. وانا شايف بقى يا جماعه السبب الاول والاخير في هزيمه النادي الاهلي اللي مخروج من بطوله السوبر ليج وهو مارسيل كولر. شفنا يا جماعه مارسيل كولر من اول ما بدا البطوله دي وهو اداؤه غير. مارسيل كولر في بدايه البطوله دي كلها اصلا كان هيخرج من سيمبا. انت متخيل معايا؟ اداره مارسيل كولر في بطوله السوبر ليج هي السبب الاول والاخير في خروج النادي الاهلي من بطوله السوبر الافريقي. ويا ريت يا جماعه قبل ما نبدا نتكلم عن الماتش نفسي افهم ايه سر حب كولر في موديتس. يعني نفسي افهم، بس هو موديتس ماسك عليك صور؟ يعني مثلا موديتس مثلا ماسك عليك فيديوهات يا عم كولر؟ نفسي افهم انت بتنزله في اوقات اصلا ما ينفعش ينزل. مبدئيا كده في الماتش كولر اتاخر في التبديلات لحد الدقيقه 70. يعني اصلا مفروض اي حد بيتفرج على الماتش يقول لك ايه، الشوط الثاني ده بالذات محتاج رضا سليم. رضا سليم اللي الناس كلها شايفه ان هو انسب واحد مكان حسين الشحات، لكن مارسيل كولر تحس ان هو ايه، حافظ لازم التغييرات تنزل في الدقيقه 70. التغييرات بتنزل في الدقيقه 70 مش مشكله، اتاخرت مش مشكله، ولكن رايح تطلع كهربا اللي هو اكتر لعيب متحرك في الهجوم، يعني اكتر لعيب عامل شويه روشه لدفاع سان داونز وراوش حارس المرمى. يعني احنا اصلا شفنا كهربا الشوط الاولاني هو السبب الرئيسي في ان الكوره كانت بتقع من حارس سان داونز. شفنا كهربا ما كانش بيسيب حارس سان داونز حتى هو ماسك الكوره، كان بيوتره ويخلي الكوره تقع منه. الغريبه ان الكوره بتقع من حارس سان داونز يا اما بتخبط في العارضه يا اما لعيبه سان داونز بتطلعها من على الخط. انا شايف يا جماعه ان الكوره هو السبب الاول والاخير في خروج الاهلي من بطوله السوبر ليج، وهو السبب الاول والاخير في المهزله اللي حصلت دي. اللي شفنا يا جماعه الاهلي في بدايه المباراه نازل عامل ضغط عالي وضغط شرس على سان داونز لدرجه ان هو في اول 5 دقائق واخد 2 عرضيه. شفنا بيرسي تاو ضيع كوره براسه في ال6 يارده. انت متخيل معايا في اول 5 دقائق الاهلي كان ممكن يسجل هدفين في اول 5 دقائق؟ ولكن برضه يا جماعه الاهلي ولعيبته بتدفع ضريبه اهدار الفرص. انا شايف في الماتش ده ان الاهلي بيدفع فعلا يا جماعه ضريبه اهدار الفرص. عشان يا جماعه كده اتكلمت معاكم ان في مباراه سيمبا قلت لكم الاهلي قدام سان داونز لازم يستغل اي فرصه. الاهلي قدام سان داونز ما ينفعش تجيله فرصه يضيعها. لكن شفنا يا جماعه ملخص الشوط الاولاني الاهلي ضاغط. الاهلي يا جماعه الشوط الاولاني وان سايد جيم. الاهلي الشوط الاولاني ماسك جول من الدقيقه 1 للدقيقه 47 لحد ما الحكم صفر. انا شايف يا جماعه الاهلي عمل كل حاجه في الشوط الاولاني، ولكن الحظ والقدر ما كانش عايزه يكسب. الاهلي في الشوط الاولاني 2 عارضه، فرصتين، واحده لكهربا واحده لبيرسي تاو وضربه جزاء علي معلول. تحس ان الاهلي في الشوط الاولاني عمل كل حاجه في الماتش. تحس ان الكوره مش عايزه الاهلي. انا شايف يا جماعه ان في الماتش ده الكوره مش عايزه النادي الاهلي. بس يعني انا شايف الاهلي عمل كل حاجه في الشوط الاولاني، ولكن الشوط الثاني تحس الاداء اتغير. تحس ان اللعيبه خلاص يئست. ضربه الجزاء حولت الماتش. تحس ان ضربه الجزاء دي قتلت كل المعنويات وضيعت كل ثقه اللعيبه في نفسها. بامانه يا جماعه شايف ضربه الجزاء دي هي محور المباراه. ضربه الجزاء دي بعد ما ضاعت فرقه سان داونز خدت ثقه غريبه. فرقه سان داونز كل دقيقه كانت بتعدي في المباراه الثقه بتاعتها بتزيد، والعكس النادي الاهلي كل دقيقه الثقه بتاعته تروح. لكن يا جماعه شفنا الشوط الثاني تحس الاهلي غير. الاهلي الشوط الثاني غير. الاهلي تحس خلاص، تحس ان الاهلي ولعيبته وصل لهم احساس ان احنا الماتش مش بتاعنا. وصل لهم احساس ان الكوره مش عايزانا وهنخرج من البطوله. ولكن يا جماعه في الاول وفي الاخر الكوره يتحمل 99% من خروج النادي الاهلي من السوبر ليج. الكوره من اول البطوله زي ما قلت لكم بادئ البطوله تحس ان هو مش عايز يشارك. يعني ده تفسير وحيد. انت بادئ البطوله انت مش عايز تشارك، تحس ان يقول لك ايه، انا هتضغط هنا وهنا وعندي دوري وكاس وافريقيا وكاس عالم والكلام ده. تحس ان كولر عايز يخرج من البطوله بدري بدري. الاهلي وكولر بيدفع ضريبه اهدار الفرص. الاهلي بيدفع ضريبه اهدار الفرص. ولكن يا جماعه لازم كولر يقعد مع اللعيبه ويشوف حل مشكله اهدار الفرص. بس كده يا جماعه قبل ما نختم عايزين نشيد الصراحه يا جماعه بكام لاعب، وهو امام عاشور. امام عاشور يا جماعه شايف النهارده ان هو وزع كميه هدايا على اللعيبه، ولكن بيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات كانوا بيضيعوا الفرص. بالذات حسين الشحات يا جماعه. حسين الشحات لو حد ركز معاه تحس ان هو لما بيستلم الكوره بينقي اصعب خيار وينفذه، اللي هو لازم ايه، اروح يمين وشمال واطلع فوق وتحت عشان ارفع الكوره، مع انه لو لعب الكوره من لمسه واحده هيمشي اللعبه ويعمل ضغط على سان داونز. ولكن يا جماعه في الاول وفي الاخر هارد لك للنادي الاهلي. النادي الاهلي عمل اللي عليه في الشوط الاولاني، ولكن الكوره ما كانتش حباه. وبرضه يا جماعه تغييرات كوره لازم حد يقعد مع كوره ويقول له تغييراتك ليه تتاخر. يعني هو مش لازم من الدقيقه 70 اغير، مش لازم ان هو من الدقيقه 70 اغير. انت اصلا الماتش اللي قبل اللي فات
في ماتش سيمبا غيرت في الدقيقه 88. لكن يا جماعه في الاول وفي الاخر الاهلي عمل اللي عليه، الاهلي عمل كل حاجه عشان يكسب، ولكن الكره ما كانش حباه وهارد لك للنادي الاهلي. ولازم يا جماعه قبل ما نختم نشيد بالجمهور. الجمهور يا جماعه بامانه من اول دقيقه لاخر دقيقه كان عامل اللي عليه وزياده، ولكن تحس اللعيبه اخر 10 دقائق ريحت. حتى الجماهير في اخر 10 دقائق كانت عماله تقول ايه، العب بقى يا عم، خلي عندك دم. بس كده يا جماعه في الاول وفي الاخر ده قرار شخصي لحد دلوقتي. انكم مفتوحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.